فقد ارتأيت من باب الإيجاز أن أذكر فضلين اثنين فقط للصديق، لو لم يقدم أبو بكر سواهما للإسلام لكفياه لكي يتربع على قمة صرح العظماء إلى يوم القيامة. أما الفضل الأول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو فضل علي وعليك وعلى سائر المسلمين، بل وعلى سائر البشر، هو وقوفه حائلا منيعا أمام انحدار العنصر البشري إلى ظلمات الجهل والتخلف، وذلك بعد انقطاع الوحي السماوي وانتهاء زمن الأنبياء والرسل إلى الأبد. فلقد بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء بدعوة التوحيد عبر جميع العصور، فآمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر، ولكن أغلب أولئك المؤمنين وذريتهم انحرفوا عن جادة الصواب بعد موت أنبيائهم، فحرفوا رسالة الله عن قصد أو غير قصد. فأشرك معظم العرب بعد موت نبي الله إبراهيم عليه السلام بالله الواحد، وعبد النصارى عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله، بل إن بني إسرائيل عبدوا العجل لمجرد غياب موسى عنهم لمدة 40 يوما فقط، بل وصل الشطط ببعض الناس لكي يطوفوا حول قبور أنبيائهم وأولياء الله الصالحين. ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة تبعث للبشر، أصبح ضياع هذه الرسالة أو تحريفها ضياعا للمستقبل البشري وأسباب كينونته، والحقيقة أن ذلك كاد أن يحدث فعلا لولا أن سخر الله لبني البشر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن هذه الأمة كل خير، فوقف هذا العملاق العظيم فذهب للناس ليبين لهم أعظم قاعدة عرفتها البشرية بعد الأنبياء، قاعدة تكتب والله بحروف من ذهب: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه العبارة التي سمعناها وقرأناها كثيرا هي العبارة التي حفظ الله بها هذا الدين عن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي العبارة التي أجراها الله على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكي يصل هذا الدين إلي وإليك بدون أي تعب أو عناء. هل فهمت الآن مدى عظمة هذا الإنسان؟ الأمر الثاني الذي أصبح فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم إنسان عرفته البشرية بعد الأنبياء والرسل، هو كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول رجل في تاريخ الإنسانية ينتصر في آن واحد على إمبراطوريتين عظيمتين ملكتا مشارق الأرض ومغاربها. فالمعلوم أن ثمة قاعدة عسكرية ثابتة منذ قديم الزمان ما زالت تدرس في الكليات العسكرية الحديثة، ألا وهي تجنب فتح أكثر من جبهة واحدة في القتال العسكري. فلقد انهزم نابليون بونابرت عندما فتح جبهة ثانية مع روسيا القيصرية، وتمزق جيش أدولف هتلر شر ممزق عندما فكر في فتح جبهة ستالينغراد الشرقية وجبهة أوروبا الغربية في آن واحد. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان هو القائد العسكري الأول في تاريخ الأرض الذي كسر هذه القاعدة العسكرية